السلام عليكم محبي ومتابعي بفن من جميع انحاء العالم. بالنسبه للدرس ديالنا ديال اليوم غنحتاجو ليه ريشه مسطحه رقم 4 أو 6. هي اللي غنستعمل في هاد الرسمه هادي. بالنسبه للالوان اللي غنحتاجو لون ريش 3019، لون بخريطه 81. لون ريش الرقم 3019 هو اللون بيستاش، واللون 81 بخريطه هو اللون اخضر ملكي. هادو هما اللونين اللي غنستعمل. بخصوص الرسمه ديالنا غتكون رسمه على الثوب. اول شيء قبل ما نبداو العمل ضروري التحريك، هذه من بين الضروريات في الرسم على الثوب. يعني اي صباغه نبغيو نخدموا بها قبل ما نخدموا بها ضروري نقوموا بالتحريك ديالها جيدا. هنا خديت اللونين اللي عندي اخضر فاتح واخضر داكن. غنحتاج الثوب ابيض بوبلين من النوع الجيد. الرسمه ديالي كاين هو درس اللي غيبان لكم بسيط ولكن راه مهم جدا. بالنسبه لينا هنا في الرسمه ديال الاوراق غنخدم على واحد الاتجاه اللي كنقولوا اتجاه في، حرف في. يعني الاتجاه كيف كتشوفوا معايا هنا خاصني نمشي على هذا الشكل هذا. يعني نحترم هذه القاعده هذه غنحصل على النتيجه اللي غتكون مزيانه وغتبدل معكم طريقه الرسم على الثوب. لاحظوا معايا هنا التداخل ديال اللونين. اول حاجه في هذا التداخل ديال اللونين انه كيعطيني واحد الخطوط اللي كتكون رائعه جدا. كنحصل على لون ثالث ورابع، ونقدر نحصل على لون خامس من خلال هذا التداخل. نتوما غتخدموا يعني ماشي بسرعه، خذوا وقتكم في العمل ديالكم باش تحسوا بهذاك تدرج الالوان شنو ممكن يعطينا. تدرج الالوان رائع جدا في العمل، رائع جدا في الرسم على الثوب. انا اختاريت هذا الدرس هذا اللي يكون هو الدرس ديال الدوره التكوينيه المجانيه اللي غتكون معكم. اختاريت الدرس ديال الاوراق لانه بالنسبه لي من بين اهم الدروس، وكيعطيكم واحد الانطلاقه يعني كيبدل لكم النظره ديالكم في الرسم على الثوب. يعني هنا غنحسوا اكثر بالريشه مع الثوب. ضروري في هذا العمل هذا خاصو يكون عندي تداخل الالوان بطريقه الاحتكاك الجيد ديال الريشه مع الثوب. في هذه المرحله هذه راكم كتسمعوا الصوت تاع الريشه ملي كيتم الاحتكاك ديالها مع الثوب، حيت التداخل الصحيح في الرسم على الثوب هو اللي كيعطينا الصوت الناتج على الريشه، لدرجه انه بكثره العمل الريشه ديالنا كتلقاوها بحال كتكال، يعني تتآكل بكثره الاحتكاك ديالها مع الثوب. الا ما كانت الصباغه كتدخل وسط الثوب كيكون العمل ناقص بزاف. لانه الا بقات الصباغه ديالي فوق سطح الثوب هنا راه كتكون طريقه العمل خاطئه، وفي نفس الوقت ملي كنصبن الثوب غيتبقى اللون ديال الصباغه كيتبدل. الا كانت طريقه الرسم صحيحه وتم الاحتكاك ديال الريشه مع الثوب، يعني الصباغه دخلت وسط الثوب. من بين الميزات المهمه في الصباغات اللي اختاريت لكم، هنا اختاريت لكم صباغه الثوب ريش، صباغه الثوب لا بخريطه. هنا صباغه الثوب اللي استعملنا كتدخل تتغلغل، مصطلح رائع جدا، تتغلغل وسط الثوب، يعني كتدخل وسط المسام ديال الثوب. شوفوا معايا نفس الريشه المبسطه، يعني ريشه مبسطه اللي اختاريت لكم. الى عطيتوا راسكم فرصه انكم تخدموا بها كتعطي عمل رائع، كتسهل العمل، كتغطي اكبر نسبه من سطح العمل وغير متعبه. يعني الا تمكنتم من العمل بها غير متعبه جدا وكتعطينا نتيجه مزيانه. هنا يعني اهم حاجه تاني في الرسم على الثوب، كيف كنقول في القواعد ديالنا اي حاجه غنرسمها غنحترم الاتجاه ديالها. بحال دابا هنا كنرسموا العود ديال الاوراق، يعني شوفوا كنحترم الاتجاه فين غاديين. الا احترمنا كل حاجه. وواحد المعلومه مهمه جدا هنا، وانا كنرسم العود ديال الورقه كنهز اللون اخضر قاتم والاخضر فاتح في نفس الوقت. يعني الريشه لحد الساعه خدامه بالريشه ولم اقم نهائيا بتنظيف الريشه، لم انظف الريشه. يعني كنتحول من اللون اخضر قاتم الاخضر فاتح بلا ما نغسل الريشه. يعني لا داعي انني ننظف الريشه ديالي كل مره، لان اللونين عندهم علاقه في العمل، يعني باش نحصل على الوان في هذا التداخل هذا. شوفوا معايا الحركه شنو كتعطيني واحد الخطوط اللي رقيقه. كنحصل في هذا التداخل ديال هاد اللونين على عده الوان. يعني بالنسبه للعمل ديالي ملي كنشوفه في الصوره في العمل النهائي كنحس بان هاد الرسمه هذه فيها الكحل، كنحس انه فيها البيض، كنحس بانه كاين الصفر
هما كاين لونين فقط. هاد اللونين ما اختاريتهمش غير هكاك، اختاريت هاد اللونين بالضبط. اول حاجه كيسهلوا عليكم العمل، ثاني حاجه كيخليكم تكتشفوا تداخل الالوان اكثر وشنو يقدر يعطينا. واللي زايد في هذا الدرس بزاف هو اننا باحترام الاتجاه ديال العمل ديالنا هنا كنخدموا على شكل في، يعني باش كنلاقيو النصف الاول مع الثاني كنحسوا انه كاين الوسط بحال حرف في. هذه النقطه مهمه، يعني في اي رسم الى احترمنا الاتجاه ديالو، سواء كانت يعني بحال العود هابط خاصني نهبط معاه نيشان، كانت دائره خاصني نمشي معاها من الجوانب. يعني كانت واحد المساله اللي كتكون في الرسوم عندنا عندها بحال العمق لداخل، كنخدموها بطريقه حرف النون. يعني هنا كاين بزاف القواعد اللي حنا بحال كنخترعوهم باش نحافظوا على الرسومات اللي عندنا. بحال دابا كنت غنرسم على الثوب شكل اسطواني، يعني شكل اسطواني خاصني نمشي معاه على الاتجاه ديالو باش يعطيني شكل اسطواني كيبان ثلاثي الابعاد. يعني مساله الاتجاهات هي من بين اهم النقط في الرسم على الثوب. يعني ماشي غير نسمع رسم على الثوب صافي خصني نهز اللوان ونبدا نخلط. مساله ثانيه كنأكد عليها في طريقه العمل ديالي، ان تداخل الالوان كنديرو فوق الثوب مباشره. في واحد المتعه الا تعلمنا نداخلوا الالوان او نخرجوا الالوان فوق السطح العمل، يعني فوق الثوب ديالنا، كيعطينا متعه في العمل. هنا خاص شويه يعني نزعموا شويه باش نقدروا نخدموا. شوفوا معايا هنا حتى الجوانب ديال الورقه ما نحتاجش نطراسيهم بالقلم قبل. الجوانب ديال الورقه كنديرهم بالريشه، يعني بحال التدرجات اللي كيعطيوني هذا الشكل هذا. كنتمنى انكم تطبقوا هذا الدرس اللي درت، اللي هو غيكون الدرس رقم 1 في الرسم على الثوب. الدروس اللي درنا قبل على المباشر اللي في الصفحه ديالي على الانستغرام هبه فن، الدرس الاول والثاني هذا كان درس توضيحي بقلم الرصاص. علاش درت الدرس التوضيحي الاول بقلم الرصاص؟ باش تفهموا اكثر ما هي قاعده الاتجاهات. شوفوا انا غنخدم الورقه الثانيه لهاد الاخرى، شوفوا كيفاش كيبان لكم الخدمه. يعني تداخل الالوان، تداخل الالوان كيعطيني واحد الموسيقى كتكون ناتجه بين الريشه والثوب. انا علاش كنسميها موسيقى؟ حيت واحد الصوت اللي كيعجبني وكيريحني. هنا خدموا كما غندير هنا في هذه الورقه نص بالنص، يعني نخدموا النص الاول تنساليوه ونخدموا النص الثاني باش نقدروا نخدموا على راحتنا. نتوما غتخدموا بشويه لا داعي للسرعه باش تعطيو نتيجه مزيانه، وكونوا متاكدين الا طبقتوا هذا الدرس بزاف الحوايج غيتغيروا عندكم في الرسم على الثوب. لانه هنا شوفوا هنا الاتجاه اللي كنولي عندي كنحرك الريشه كيف بغيت، كنولي نخدم هذا الشيء بسهوله وكنلعب على الاتجاهات كيف بغيت. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، ولا عندكم شي سؤال خليوه لي هنا في الانستغرام وغنجاوبكم عليه. الى اللقاء.